السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض شوية قراقيش. بسم الله ما شاء الله، حلوين جدا. إن شاء الله تجربوها وبإذن الله هتعجبكم. يلا بينا مع بعض نشوف عملناهم ازاي. معانا كيلو دقيق. أول حاجة هنبتدي ننخل الدقيق بتاعنا، وبعد كده بعد ما نخلنا الدقيق هنرش رشة ملح كده، يعني ربع معلقة صغيرة من الملح و3 معالق كبار من السكر، ومعانا 3 معالق كبار من السمسم، سمسم محمص او سمسم ابيض، ومعانا معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة ونص خميرة فورية، وكمان هنضيف معلقة صغيرة من اليانسون، ومعلقة صغيرة من الشمر المطحونين، بس انا مش منعماهم قوي، سايبهم خشنين سنة، كنت حابة ان هم يبقوا باينين يعني كمان عشان طعمه يبقى باين كده. وهنبتدي بقى نقلب المكونات الجافة بتاعتنا دي كلها مع بعض، وبعد كده نضيف كوباية من الزيت وكوباية من السمنة. دي سمنة بلدي بس انا مش يعني خليتها يدوب فكت كده بقت سايلة ورحت ضيفاها. وبعد كده هنبتدي بقى نبس المكونات بتاعتنا كده مع بعض لحد ما يمتد كل الدقيق يبقى كله متشرب كده من السمنة والزيت معانا. بعد ما قلبنا كويس قوي هنبتدي بقى نضيف المية. كيلو دقيق هياخد معانا تقريبا كوباية ونص من المية. هنضيف الكوباية الاول كلها، وبعد كده النص ده هنضيفه بالتدريج على حسب الدقيق هيبقى محتاج معانا مية قد ايه. وهنعجن كويس جدا لحد ما العجينة تتلم معانا. وبعد ما هتتلم معانا هنعمل كورة صغيرة كده هندوس عليها، ندوس فيها بصبعنا، لو لقيناها ما شققتش يبقى كده تمام. العجينة بتاعتنا الحمد لله تمام جدا. وهنسيب بقى العجين يغطيه ونسيبه يخمر. وبعد ما خمر العجين معانا هناخد قطعة كده من العجين، هنبتدي نرولها كده على شكل اسطواني، وبعد كده نفردها نبططها كده بايدينا. وسمك العجينة او ارتفاعها مش هنخليها عالي قوي عشان لسه هتخمر وهتعلى معانا، يعني هتبقى ارتفاعها سنتي كده او اللي هو علو صباعك كده. وبعد ما بنقطعها كده بعد كده هنفرد بقى كمية العجين معانا بنفس الطريقة كلها ونقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنرصها في الصاجات وهنسيبها تقعد تخمر تاني، يعني ممكن تاخد نص ساعة كده. لو انت مثلا مدفية الفرن والبوتاجاز مش عليه حاجة هتحطيهم على البوتاجاز من فوق كده هيخمروا بسرعة وهياخدوا الارتفاع حلو جدا. هيقعدوا في فرن على درجة حرارة، شغالين فرن على درجة حرارة 200 زي ما انتوا شايفين رصينهم في الصاجات. هنسيبهم بقى يخمروا. انا بقى مشغله الفرن وبحطهم من يعني لو بوتاجاز فاضي بحطهم فوق كده يخمروا يعني تقريبا نص ساعة، وده في درجة حرارة 200 في الفرن رف اوسط، ومن 20 ل25 دقيقة وبتكون خدت معانا اللون اللي انتوا شايفينه ده. ومش بشغل شواية خالص. واتمنى تجربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو واول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمة الله.